مدير المشروعات بنقول عليه ان هو حد مالتي تاسكر، ان هو بيعمل اكتر من تاسك في نفس الوقت. ولكن المالتي تاسكينج مش دايما بيكون برودكتيف، مش دايما بيكون مرتبط بالانتاجيه. في فرق بين انك تكون مشغول وانك تكون منتج، ان انت الشغل اللي انت عمال تتشغل فيه ده يكون فعلا بياد فاليو او بيضيف قيمه للشغل اللي انت بتعمله. فهنا انت محتاج تتعلم مهارات الانتاجيه. في عندنا حاجه اسمها بيرسونال برودكتيفيتي وكوربريت برودكتيفيتي، اللي هي الانتاجيه الشخصيه والانتاجيه في بيئه العمل. محتاج انك تكون عندك علم ومهاره او معرفه بالجوانب دي، فده هيساعدك جدا جدا في شغلك وفي حياتك الشخصيه كمان. هنتكلم هنا عن نقطتين بساط جدا جدا ممكن تطبقهم عشان يزودوا من الانتاجيه بتاعتك. اول حاجه بنسميها التايم بلوكينج، ان انت تقفل على جدولك او على اجندتك اوقات معينه بتعمل فيها انشطه معينه. ان انت مثلا من الساعه 9 للساعه 10 انت بتقرا ايميلات وبترد عليها، من الساعه 10 للساعه 11 بتابديت الداشبوردز بتاعتك وبتابديت الريبورتس بتاعتك. كل حاجه بقى من الساعه كذا للساعه كذا انت عامل وقت محدد، الوقت ده مش هتعمل فيه غير التاسك دي، او مش هتشتغل فيه غير على المشروع ده لو انت بروجرام مانجر وعندك اكتر من بروجكت، او ان انت مش هتحضر فيه غير تاسك معين. حاجة تانية انك تعمل حاجة اسمها تايم ثيمينج. ثيم يعني ان انت هتعمل زي عنوان للوقت ده، ان هو ليه حاجة معينة مش هنعمل فيه غير الحاجة دي. قريب جدا من التايم بلوكينج، ولكن احيانا بنعمل ده على مستوى اليوم. لو انت عندك في الخمس ايام شغل بتوعك، فانت اليوم ده هيبقى مخصص للمشروع ده او للتاسك دي او للميتنج اللي انت هتحتاج تسافر له من دولة لدولة، هتخلص الميتنج ده وترجع. الاتنين قريبين جدا جدا من بعض، تايم بلوكينج وتايم ثيمينج. حاول تطبقهم في شغلك وهتشوف انتاجية كبيرة جدا جدا هتنعكس على كل شغلك بل وحياتك كلها.